كل نبي جه، كل الأنبياء جت بكلمة واحدة بس: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جت بالتوحيد. كل الأنبياء دعت إلى حاجة واحدة بس: عبادة ربنا وحده. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى أول حاجة إنك تعرفها وأهم شيء تعرفه: لا إله إلا الله. هو ده أصل الإيمان. والإيمان بالله فطرة. الإيمان بالله احتياج جوه الإنسان، في أعماقه في احتياج إلى الله سبحانه وتعالى. وقت الأزمات، وقت الشدائد، تلاقي الإنسان عايز يلجأ إلى ما هو أكبر منه، إلى ما هو أعظم منه، إلى اللي يجيب له حقه، إلى اللي يقدر يتوكل عليه، إلى اللي يقدر ينصفه من الظلم، اللي يقدر يشتكي له همه، اللي حاسس باللي جواه. الله سبحانه وتعالى. هي دي الفطرة اللي ربنا حطها جوه كل إنسان. لما ربنا أخرج من سيدنا آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. حط جوه كل إنسان فطرة الاحتياج والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. حط جوه ال الإنسان فطرة حب الإيمان بالله. عشان كده الشك والكفر هو الغريب. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. انتوا مش شايفين الدنيا كلها؟ مفيش أوضح من كده. هذا الكون له خالق، الله سبحانه وتعالى، الوحيد الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل عشان يعرفك بنفسه، عشان يعرفك هو خلقك ليه، عشان يعرفك مراده من خلقك. النبي أو الأنبياء كلهم لما أرسلوا إلى قومهم: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا واحد منكم، مش ابن إله، مش بيوحى إلي، مش ملك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب بعد ما عرفتوا أن إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. المطلوب منك إيمان وعمل صالح، توحيد وعمل صالح. والإيمان يجب أن يترجم إلى عمل. يقين في العقل، شعور في القلب، تصديق بالجوارح، عمل. عمل ما هوش تفاصيل وكلام لا ينبني عليه عمل. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. هو ده الإيمان الحقيقي. لأن المؤمن الحقيقي مش هيعتدي على حد، مش هياخد حقه مش حقه، عارف إن ربنا شايفه ليل ونهار. هو ده الإيمان الحقيقي. ربنا يقول: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. مش الهدف إن أنا أسأل طب أمين إزاي 7 سماوات دول؟ ومش معنى 7، لا، ليعرف إن هو يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لتعلموا إيه المهم بقى؟ أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تعرف إن ربنا قادر على كل شيء، تعرف إن ربنا عارف كل شيء، إن ربنا شايفك، مطلع عليك، سمعك، عارف اللي في قلبك. فتتقي الله وتخشى من الله ولا تخشى من أحد إلا الله. هو ده أثر العقيدة، ينبني عليها شعور، ينبني عليها عمل، مش مجرد فلسفة نظرية. تعرف إن ربنا أنزل الكتاب بالحق والميزان. ليه؟ ليقوم الناس بالقسط، عشان الناس تطبق العدل. هو كده الهدف. عمل. الهدف من العقيدة الإيمان إنه يترجم إلى عمل. والعقيدة الإسلامية على عمقها إلا إنها بسيطة، توافق المنطق، توافق الفطرة الإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليختبرك، وبالتالي هيحاسبك بالعدل. بالعدل. مفيش يعني شيء ولا ذرة في هذا الكون هتحصل إلا ربنا هيحاسب عليها بالعدل. وده مريح للنفس، إنك عارف إن حقك هتاخده، إن الظالم هيعاقب على ظلمه. محتاجين من يجدد لنا ديننا. وتجديد الدين زي اكتشاف الآثار كده. لما بتيجي تقول أنا اكتشفت أثر وهجدده، الأصل بتاع الدين إنك تكتشف الأثر ده، تشيل من عليه الغبار، وتشيل من عليه التراب، وتشيل من عليه أثر السنين وتراكم العصور، وترجعه لأصله لما كان عليه. هو ده تجديد الدين، هو ده تجديد الخطاب الديني. نرجع لأصل الإسلام، نشيل من عليه كل الفلسفات والعلم الكلام اللي موجود وآراء الناس واختلافاتهم وشبهاتهم كل الكلام ده لازم يتشال، ونرجع للأصل، الأساس، إلى كلام ربنا سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. أنا دايما بفهم تجديد الخطاب الديني
تجديد الدين زي ما النبي قال: الله يعني يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. مش إنه يجدد يعني يغير الدين، ده تحريف وبدعة. لا، إنه يجدد يعني يخليه يرجع جديد، يوريهم الأصل تاني، يشيل من عليه كل الحاجات اللي تراكمت عليه، ويرجعهم للأصل، للقرآن وللسنة. للقرآن وللسنة. هو ده الرجوع إلى أصل هذا الدين، هو ده أصل الإيمان.